السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التدرج. معتقد النهاردة هو التدرج هو سنة كونية ربنا أودعها في الكون بتاعه، لأن هو أي شيء في الكون أنت عايز توصله لازم توصله على درجات. ربنا يقولك إن الله مسبب الأسباب. الأسباب أو السببيات اللي موجودة في الكون هي عملية تدرج لكل شيء موجود في الكون. فمفيش بالمعنى الأصح حاجة بتطلع في لحظتها، مفيش نجاح بيحصل في لحظة، مفيش حاجة تستحق أو ليها قيمة بتحصل في لحظتها، حاجة فورية بالمعنى الأصح. وبالتالي فإن أهم معتقد أي إنسان لازم يكون عنده وهو بيبدأ رحلة السعي للنجاح أو رحلة السعي لأي حاجة لها قيمة في حياته، لازم يبقى عارف إن معتقد التدرج هو أهم معتقد هياخده معاه في حياته، لأن هو ده المعتقد اللي هيبني ليه الحياة اللي هو بيدور عليها. عادة في الكورس بتاع خريطة القدر احنا بنتكلم مع الناس في مجموعة من الأهداف، ودايما بنوصل للهدف اللي من النوع زي. الهدف اللي من النوع زي هو هدف كبير جدا، بالمعنى الأصح هدف لو هو شايف، يعني لو انت شايف ان الهدف اللي من النوع زي انت تقدر انك تحققه، فبالتالي دوت لا يصلح ان هو يكون هدف من النوع زي. انا ما بعجزكش، بس هو الهدف اللي من النوع دي هو هدف لازم يكون اكبر من امكانياتك الحالية وبكتير، لان احنا الهدف من اهدافنا ان هي تاخدنا بره نفسنا، ان هي تساعدنا اننا نكسر دايرة القيد، ان هي تساعدنا اننا ننمو ونتطور وننمو اكتر من الشخص اللي احنا موجودين عليه دلوقتي. احنا دايما معروف في كورس خريطة القدر بنتكلم في نقطة مهمة اوي. أهدافنا ليها هدف إن هي بالمعنى الأصح تساعدنا إننا نكتشف إحنا مين، وإنت بتكتشف إنت مين ساعتها بقى بيبقى أهم حاجة في الهدف الشخص اللي إنت بقيت عليه، مش الحاجات اللي إنت كسبتها أو اللي إنت وصلت لها. فبالتالي الهدف اللي يقدر ينقلك بالشكل ده هو هدف من النوع زي هدف كبير جدا. الفكرة بقى كلها ان الناس لما بتسمع فكرة ان الهدف كبير جدا يقول لك، يجي بقى حد يجي يكلمني بعد الكورس يقول لي احمد انا لقيت فكرة هتكسبني مليون جنيه في الشهر، احمد انا لقيت فكرة هتكسبني 10 مليون جنيه في السنة، ومتخيل ان احمد هيتبسط ويدعم الكلام ده كله. دايما عادة الشخص اللي بيجي لي بالشكل ده انا بحبطه. ليه بقى بحبطه؟ لاني اتعلمت في مدرسة الحياة وفي الكون بتاع ربنا ان الكون قايم على فكرة اسمها التدرج. فلما يجي يكلمني حد يقول لي ان هو لقى الفكرة اللي هتكسبه شهريا مليون جنيه وبدأ يجهز لها وهيقفز وعايز ياخد مني الاذن ان هو يقفز يلا، فبسأله سؤال: يا ترى انت دلوقتي بتقدر تعمل 100,000 جنيه شهريا؟ فيقول لي لا. اقول له طب انت ليه عايز توصل لمليون جنيه شهريا اذا ما كنتش قادر تعمل 100,000 جنيه شهريا؟ يقول لي فكرة. اقول له طب يا ترى بقى انت بتعرف تعمل 50,000 جنيه شهريا؟ يقول لي لا. اقول له طب يبقى انت ليه عايز تنط 100,000 جنيه شهريا وانت لسه ما بتعملش 50,000 جنيه شهريا؟ يقول لي فكرة. اقوم قايل له طب انت بتعرف تعمل اصلا 10,000 جنيه شهريا؟ لو قال لي لا اقول له طب ليه بتعمل ليه عايز تنط على 50,000 جنيه لو ما عملتش ال10,000 جنيه؟ لو ما كانش عمل 10,000 جنيه هسأله على ال1000. في ناس في اوقات ما بيبقاش اصلا شغال اي حاجة في الوقت الحالي، ولما يحضر الكورس يبدأ يتحمس ويبقى عايز يحقق حاجة في حياته لها قيمة، لانه هو بقى شايف ان وجودنا على الارض مش موجود علشان نقعد ناكل ونشرب ونتجوز ونموت والسلام عليكم انا طالع باي طالع على فوق. لا، انا موجود هنا في الارض لاني خليفة، وما دمت خليفة فانا ليا دور كبير وقوي ومؤثر في الارض. وعشان يكون ليا دور قوي ومؤثر فالمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. وبالتالي القوة اللي موجودة في عصرنا ده مش قوة ايد ولا دراع ولا ضرب، القوة اللي موجودة في عصرنا ده هي قوة اقتصاد. وبدام انا عايز ابقى قوي فانا عايز يبقى معايا اقتصاد كويس، فانا عايز يبقى معايا فلوس، فبيتحمس فبيبدأ عايز يتحمس فبيبدأ عايز ينط، وبيبدأ يتخيل ان الفكرة كلها ان انا في لحظة هبقى غني،
انا في لحظة هبقى قوي، انا في لحظة هوصل، انا فهمت الكلام اللي محدش غيري يفهمه لما احمد حكالي عن خريطة القدر والدنيا دي كلها. فبالتالي انا في لحظة انا هبقى غني. انا مادام فهمت القوانين بتاعت ربنا فانا في لحظة هبقى غني. ما هو اهم قانون من قوانين ربنا هو التدرج. وعشان كده باخدها معاه بقى واحدة واحدة، اقول له انت دلوقتي وانت بتسعى، اسعى انك تكسب 1000 جنيه شهريا. بتكسب 1000 جنيه شهريا، اسعى انك تكسب 10000 جنيه شهريا. بتكسب 10000 جنيه شهريا، اسعى انك تكسب 50000 جنيه شهريا. وصلنا لكده، اسعى انك تكسب 100000 جنيه شهريا. وصلنا لكده، اسعى انك تكسب المليون يا عم شهريا. العملية عملية تدرج. إذا ما كنتش قادر تبني عملية التدرج دي ولسه متبني عقلية القفزات، اعرف إن دي مش عقلية الوعي. اعرف إن دي مش عقلية الشخص الناضج اللي بيسعى إنه يكون خليفة الله في كونه. لأن خليفة الله في كونه عارف إن الرحلة طويلة، وإن كل خطوة بتتحسب، وكل خطوة لها قيمتها. وبالتالي هو عارف إن هو بيمشي الرحلة بسرعة. لكن أغلب الناس عايشة في وهم الإيجو. والإيجو دايما هيبدأ يخليك تدور على شنطة الفلوس اللي هتيجي تخليك فجأة بقيت غني. هتيجي تدور على فارس الأحلام اللي هيحقق لك كل أحلامك. تيجي تدوري على الحباية السحرية، أو الحباية السحرية اللي هتخسسك كل الوزن الزايد في وزنك. بتيجي تدور على الطريق المختصر اللي هيوصلك للنجاح بكل يسر وسهولة. وأحب أبشرك إن مفيش أي حاجة من الحاجات دي موجودة. مفيش الطريق المختصر اللي هيوصلك للنجاح، لأن النجاح ملوش طريق مختصر. ولو كان ليه طريق مختصر ما كانش يبقى أكتر من 95% من البشر مش قادرين ينجحوا. مفيش حباية سحرية هتخسسك وزنك، وإلا ما كانش يبقى السمنة دلوقتي بقت تعتبر وباء عالمي. مفيش حاجة، مفيش شنطة فلوس هتلاقيها في الطريق، مفيش فارس أحلام هيحقق لك كل أحلامك. اللعبة كلها هي لعبة تدرج، ولو ما مشيتش الحياة بتدرجاتها صدقني هتتصدم جدا 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 جدا. وكل حاجة في الحياة لها قيمة بالتدرج. وعشان كده ربنا كان دايما يقول لك مثال كده واحنا صغيرين، يقول لك هو ليه ربنا خلق الدنيا في 6 ايام؟ فانت طبعا تستغرب، ربنا اللي بيقول للشيء كون فيكون ليه صحيح قعد 6 ايام بيخلق الكون؟ يقول لك علشان يعلمنا ان كل حاجة محتاجة صبر، كل حاجة محتاجة تدرج. مفيش في لحظة كده الشمس طلعت الشمس نزلت. ما بيحصلش. الشمس بتطلع واحدة 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 لحد الظهر بقت فوق راسنا. بعد كده تبدأ تنزل واحدة 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 لحد المغرب تختفي خالص. كل حاجة في الكون بقى اسعى على التدرج ده. مفيش حبة فجأة طلعت بقت شجرة. لا، واحدة 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 فجأة بقى في شجرة. واحدة 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 في الموسم بتاعها تطلع الفاكهة أو تطلع المنتج اللي هي بتطلعه. مفيش مصنع فجأة بيفتح بيطلع المنتجات. لا، ده في ناس وبتخش وموظفين ووقت وعمل وكهرباء وتعب ومجهود وتسويق وتغليف. مفيش حاجة بتحصل في لحظة. مفيش حاجة بتحصل في يوم وليلة. أي حاجة ليها قيمة لازم تاخد وقتها، ولازم يبدأ يوصل بيها رحلتها لحد ما تقدر تحقق بيها اللي انت عايز تحققه. كانت من أكتر الأفكار في الموضوع دوت اللي كانت بتجنني، كان مثل كده بحب أضربه للناس، وهو مثل فكرة السواقة. تخيل كده ان انت لو حد انت مالكش في السواقة ولا سوقت ولا عملت اي حاجة قبل كده، واجي اكلمك ان انا هخلي كل جزء من اجزاء جسم، كل جزء حلوة كل جزء دي، كل جزء من اجزاء جسمك بيتحرك في اتجاه مختلف عن باقي الاجزاء اللي موجودة في جسمك. هقولك ان عينيك هتبدأ تركز على الاربع اتجاهات، هتبص قدامك وتبص وراك وتبص يمينك وتبص شمالك. وايديك اليمين هتعمل حاجة مختلفة عن اللي عينيك بتعمله، وايديك الشمال هتعمل حاجة مختلفة عن اللي عينيك وايديك اليمين بتعمله. ورجلك اليمين هتعمل حاجة مختلفة عن اللي عينيك وايدك اليمين وايدك الشمال بتعمله. ورجلك الشمال هتعمل حاجة مختلفة عن اللي عينيك بتعمله واللي ايدك اليمين وايدك الشمال ورجلك اليمين بتعمله. تخيل لو قلت لك حاجة زي كده دي منطقية، هتقولي مستحيل. وانا هقول لك بقى ان الفكرة دي هي فكرة السواقة.
لما بتيجي تتعلم السواقة انت قاعد بتراقب الطريق قدامك، وبتراقب الطريق اللي وراك في المراية اللي معاك في قدام، وبتراقب الطريق اللي على يمينك علشان المراية اللي على يمينك، وبتراقب الطريق اللي على شمالك عن طريق المراية اللي على شمالك. ايدك اليمين ماسكة الفتيس، ايدك الشمال ماسكة الدركسيون، رجلك اليمين بتدوس على البنزين وعلى الفرامل، رجلك الشمال بتدوس على الدبرياش وانت بتنقل الفتيس. تخيل بقى انت عايز تبقى مركز في ايدك اليمين وايدك الشمال ورجلك اليمين ورجلك الشمال وعينك بص على طريق، وكل دوت انت مش ماشي في طريق فاضي، لا ده في عربيات جايه من على يمينك وعربيات جايه من على شمالك وتكاتك بتنط فوقيك وموتوسيكلات بتنط قدامك. كل ده تخيل انك تيجي تقول لانسان وانت جاي تعلمه السواقه الكلام ده كله، ايه الاحساس بتاعك ساعتها؟ الاحساس بيبقى عادة وانت قاعد ورا الدركسيون لاول مرة وعمال يقول لك ان كل حتة فيك شغالة في حتة، ده كلام مستحيل يقبله العقل، ده كلام مستحيل يتحقق، ده كلام مستحيل يتنفذ. لكن اول ما بنبدأ بقى في الافعال بتاعة التدرج، افعال التدرج هي افعال قايمة على الممارسة، ان انت اي شيء بتمارسه بتتقنه. بالمعنى الأصح أي شيء بتستمر عليه لفترة ما بتقدر يعني بالمعنى صح تكون منه عادة ومهارة ما. التدرج هو حاجة بتنمو لحظة ورا لحظة ورا لحظة ورا لحظة. أول يوم قاعد ورا الدركسيون هتحس إنك ملبوخ ومش عارف تجيب أي حاجة في أي حاجة، بعد شهر هتلاقي نفسك بدأت شوية، بعد سنة هتلاقي نفسك انت سايق وعمال تتكلم في الموبايل وعمال تاكل في سندوتش وعمال تخش ما بين العربيات وتاخد غرز، ومحدش يعني متخيل ان الكلام ده كان ممكن يحصل في اول يوم وهو ماسك الدركسيون فيه، نتيجة ان في حاجة اسمها نعمة التدرج اللي موجودة في الكون. كذلك اي بيزنس، اي حاجة في شخصيتك انت عايز تطورها، اي عادة سلبية في حياتك انت عايز تتغلب عليها وتشيلها، اوعى تتخيل للحظة واحدة ان هي في تكة كده والدنيا خلصت. مفيش حاجة بتحصل في تكة، لازم تتعلم حقائق الكون، لانك لو ما تعلمتش حقائق الكون اللي ربنا مودعها في كونه دايما هتصدم، ولما هتصدم هترجع يعني تشيل شيلتك للإله اللي انت ما حاولتش تفهمه صح. لكن المشكلة انك انت ما حاولتش تفهم الإله صح، فبالتالي بتعمل حاجات غلط مخالفة للقوانين اللي هو حاططها، وساعتها ترجع تندب حظك، هو ليه ده بيحصل معايا وانا ليه بوصل للي انا بوصل له. علم النفس كان عنده فكرة اللي هي يقول لك يعني فترة ما قال لك ان اي حاجة تستمر عليها لمدة 21 يوم بتبقى جزء من عاداتك. لكن بعد كده وصلوا ان هم قالوا ان هي 60 يوم، بعد كده وصلوا ان هم قالوا 90 يوم. المهم الفكرة ان اي حاجة بتمارسها لفترة طويلة بتبقى جزء من تكوينك. وبالتالي علشان كده كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك ايه: انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. صفة الحلم ان هو يبقى الشخص ده حليم، شخص هادي، شخص راسي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك بالتحلم، حاجة هتيجي بالممارسة. يعني ايه بالممارسة؟ يعني بالتدرج، حاجة واحدة واحدة هتبدأ تكتسبها. وكذلك اي حاجة، تخيل التحلم ان انت تبقى شخص حليم كده اللي هو ما بيتعصبش، دي حاجة انت تقدر تكتسبها بالتدريج. وبالتالي اي حاجة في الدنيا انت حابب تكتسبها تقدر تكتسبها اذا امتلكت عقلية التدرج. واي حاجة في الدنيا مستحيل توصل لها لو انت عقلك لاغي فكرة التدرج وعندك فكرة ان انا في خبطة كده انا هجيب الدنيا كلها. عمرها ما بتيجي في الخبطة كده وتجيب الدنيا كلها. النهاردة هنتكلم عن حديث انا كنت مرتبط بيه لانه كان موجود في الاربعين النووية، كنت بحفظه من وانا طفل صغير، وكنت بدخل مسابقات في الاربعين النووية والكلام ده كله، الحمد لله كسبت كذا مرة. الحديث دوت يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك: من عاد لي وليا، هو حديث قدسي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ركز تاني في الكلام:
وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما يزال، شوف بقى الفعل، شايف الفعل هنا اللي هو بتاع التدرج، وما يزال ده فعل الاستمرارية، قصدي مش التدرج. وما يزال عبدي يتقرب إلي حتى دي بتاعت التدرج بقى، حتى اهو. وما يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله، الله. تخيل النعم دي كلها موجودة عند بوابة التدرج. ربنا بيقولك انك مش هتتقرب الي بشيء احب الي من اللي انا فرضته عليك، لكن لو واظبت على التقرب الي بالنوافل وبدأت تتدرج في التقرب واحدة واحدة، وما زلت مستمر واحدة واحدة، وعمال تتدرج واحدة واحدة، هحبك. إذا أحببتك خلاص بقى سمعك وبصرك وإيدك ورجلك، مش هتحتاج حاجة هيجيبها لك، مش هتستعيذ من حاجة إلا وهيصرفها عنك. كل حاجة هتبقى في الكون مسخرة ليك بالتدرج. التدرج نعمة عظيمة ربنا حاططها في كونه، وفكرة عظيمة موجودة في عقول الناس اللي عارفة تعمل بيزنس صح، وعارفة تبني شخصية صح تقدر تغير في الكوكب اللي احنا موجودين عليه. للأسف أغلب البشر عندهم عكس التدرج، عندهم دلوقتي، احنا عايزين دلوقتي. الاستعجال هو سمة من سمات الإنسان، وخلق الإنسان عجولا. اوعى تكون عجول وانت رايح تحقق اي حاجة في حياتك ليها قيمة، علشان العجلة من الشيطان. مش العجلة اللي هي البسكليت، لا، العجلة اللي هي التعجل. العجلة من الشيطان، ولو اتعجلت مش هتقدر توصل لأي نتيجة، لأن سمة الكون التدرج. سمة الكون التدرج. ربنا خلق الدنيا في 6 أيام. اتمنى يا رب يبقى الفكرة بتاعت التدرج وصلت ليكوا، لأن ده من أهم المعتقدات اللي لو ما رسختهاش في دماغك وانت بتعمل أي حاجة، سواء كانت بيزنس، سواء كانت صفة شخصية، سواء كانت حاجة سلبية انت بتقضي عليها، لازم تعرف ان التدرج هو سلاحك الوحيد للوصول للحاجات اللي انت عايز توصلها. سعيد جدا بانك بتسمعني لغاية دلوقتي. اتمنى لو كنت بتسمعني لغاية دلوقتي تشترك معايا في القناة، لان المحتوى اللي احنا بنقدمه محتوى مفيد وجميل، واتمنى انك تفضل موجود معانا دايما. دمتم بخير وسلام وامان وحفظ من الله، ورمضان يكون عليكم دايما سعيد وجميل. السلام عليكم.